والله احنا تحدثنا مع احمد حسام ميدو، والحقيقه احمد حسام جاي ويبدو ان هناك او لديه الرغبه الكامله والتامه ب يعني استمرار او يعني قطع مشوار احترافه واكمال مسيرته الكرويه داخل صفوف القلعه البيضاء. أيوة. ولكن المشكله التي تواجه الزمالك بالفعل والتي تحدثت بصفه شخصيه مع بسببها مع المستشار جلال ابراهيم هي ازمه تدبير مبلغ عقد احمد حسام او مقدم تعاقد احمد حسام. ولقد طلب مني المستشار جلال ابراهيم من خلال قناه الفراعين ان نناشد رجال الاعمال الزملكاويه وان يطالب بلسانه او على لسانه ممدوح عباس رئيس النادي السابق بتنفيذ وعوده لتدبير مبلغ مقدم عقد احمد حسام او المساهمه في الصفقه. استوقفك للحظه. الاستاذ ممدوح عباس كما اكد لنا الزميل محمد القاضي ضيفنا اليوم والاستاذ حسن الشيخ اكد انه سيتحمل تكلفه هذه الصفقه. هل لم يصل هذا الكلام رد فعل رسمي من الاستاذ ممدوح عباس لمجلس الزمالك، ولذلك تحدث معي المستشار جلال ابراهيم بشان مناشدته على الهواء مباشره لمد يد العون هو او غيره من الزملكاويه الذين يريدون المساهمه. يعني لو هو هيتحمل، يعني احمد لو هو هيتحمل الصفقه اتفضل يجي يدفع بالضبط، لكن ما فيش لحد الان اي حاجه رسميه وصلت. ولكن الجميل في الموضوع ان احمد حسام ميدو قال ان هو مستعد ان يضحي بالتنازل عن الكثير من حقوق الماليه من اجل ارتداء الفانيلا البيضاء في فتره انتقالات يناير الشتويه، رغم تاكيده على وجود اكثر من عرض احتراف سواء من نادي اسبانيول الاسباني اللي هو طبعا في ولايه كاتالونيا او الفريق الثاني مع البرشلونه في ولايه كاتالونيا، او بعض العروض من جلاتا سراي او غيرهم من الانديه التي عرضت على احمد حسام الانضمام اليها. في نفس الوقت جلس احمد حسام ميدو مع التوأم ومع اللاعبين داخل اتوبيس اللاعبين عقب انتهاء مباراه الانتاج الحربي للشد من ازرهم، وخاصه بعد المهزله التي وقعت باشتباك شيكابالا محمود عبد الرزاق شيكابالا مع بعض اللاعبين لتعنيفهم وتوبيخهم بسبب سوء النتيجه وبسبب الاداء المتواضع اللي ظهروا عليه امام مباراه الانتاج ودخوله في مشاده مع محمد ابراهيم بسبب تعنيفه على الحصول على الانذار الثاني وطرده من المباراه. في نفس الوقت بيستعد طبعا التوأم حسام وابراهيم حسن لمباراه ستارز الكيني، وذلك ان هم النهارده ارسلوا الى السفاره الكينيه في القاهره لمطالبتهم بالحصول على شرائط لمباراه ستارز الكيني طبعا للمواجهه المرتقبه والمنتظره في بدايه مشوار الزمالك الافريقي اللي يبدا يوم 29 في مباراه اياب امام ستارز الكيني.